السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير كيف ما العاده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم اخوتي ان شاء الله غادي ندير معكم جوج اقتراحات، اقتراح ديال الصباح، ديال الفطور ديال الصباح لوليداتكم. واحد الحسوه صحيه لذيذه ما تشبعوش منها. كتخليو ان شاء الله تخليو وليداتكم يبقاو الصباح كامل شبعانين، ما يجيهمش الجوع نهائيا. مع واحد الطويجين اللي حتى هو كيجي معلك، يا سلام عليه. طويجين بالكفته وجلبانه، شي حاجه توب دو توب، واقتصادي ودغيا كيوجد في وقت وجيز جدا. نتمنى اخوتي ان هاد جوج اقتراحات يعجبوكم، ويعجبوكم دائما لايكاتكم راه مهمين. وهذه احسن حسوه ممكن ديروا لوليداتكم الفطور وحتى لراسكم، كتجي اكثر من رائعه وصحيه 100%. هنا كيف شفتوا درت هنا كاس كبير ديال الشوفان، والكميه الشوفان كتبقى على حساب عدد الاشخاص. كنوضعوا في كاسرونه كيف كتشوفوا هكا، كنضيف ليه الماء الكافي. الماء حتى هو تيبقى على حساب الكميه ديال الشوفان اللي نتوما درتوها. صافي غادي ندير الماء، يقدروا ديروا الماء غليان او ماء بارد، انا درت هنا غير الماء بارد. هنا كنضيف الملحه اللي دائما كتبقى حتى هي على حساب الذوق ديالكم. غادي نضيف هنايا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نحرك الكل جيدا على هذا الشكل حتى يتجانسوا مع بعضهم. هنا انا غادي نشعل عليهم النار، وغادي نخليهم على نار اقل من المتوسطه حتى يطيب لنا الشوفان. كيف كتعرفوا الشوفان راه دغيا كيطيب، هنا مره كنحركوه هكا نقلبوا واش طاب. وكي كتعرفوا نتوما كي قلت لكم راه الشوفان كيطيب بسرعه، يعني اغلبيه يعني الناس راه تعرفوا هذه المساله هذه. صافي هنا كيف كتشوفوا راهي 10 دقائق وطاب ليا مزيان. صافي هنا بعد ما طاب غادي نضيف ليه هنايا الحليب. وبالنسبه للحليب كذلك حتى هو تيبقى على حساب شحال ديال الشوفان درتو، باش ما كتزيدوا كميه الشوفان، باش ما كتزيدوا كميه الحليب. ولو شوفوا نتوما القوام اللي بغيتو، واش تبغيوها يعني تكون يعني خادره بزاف او لا جاريه هكا. هذا هو القوام اللي كنبغي. صافي كنحركها هكا شويه كيف كتوصل تيتجانس داك الحليب مع الشوفان ديالنا. وغادي ندير الاضافه اللي كتعطي واحد المذاق لذيذ للحسوه اللي وكذلك واحد القوام زوين، اللي هي هنايا السمسم او الزنجلان محمر. هنا تقريبا جوج معالق كبار عامرين ضفتهم، كيعطي واحد القرمشه ملي كتكونوا كتشربوا هذه الحريره، وواحد المذاق. وكذلك راكم كتعرفوا انه صحي ومليء بالكالسيوم. تيجي الصراحه مع هذه الحسوه هكا. صافي غنخلط كلشي مزيان، نخلي واحد جوج دقائق فقط وغادي نحيدو فوق النار. وهكا خوتي كتكون الحسوه ديالتنا طابت، او الحريره ديالنا طابت. كتجي على هذا الشكل، كتجي ما شاء الله غزاله. لا في المنظر كيف كتشوفوا هكا بدوك الحبيبات ديال الزنجلان، ولا حتى في المذاق. والله العظيم اخوتي المذاق ديالها رائع. هذه اللي غتنفعكم مع وليداتكم الصباح. بالنسبه لوليداتهم ما تيبغيوش يفطروا لهم مع الصباح، الا ذاقوا عندكم هذه غيوليو دائما يطلبوها لكم في الفطور. وغادي يعني كما كتعرفوا الشوفان راه يعني كيشبعك، يعني كيخلي الانسان كيحس بالشبع واحد المده. يعني حتى الا شربوها مشاو للمدارس ديالهم ما غاديش يجيهم الجوع. ان شاء الله تجربوها وليداتكم وان شاء الله تعجبهم. وإلا عجبتكم اخوتي وعجبت وليداتكم، دائما كيف تنوصيكم ما تنسونيش من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه بحالكم. وشكرا لكم. ندوزو ان شاء الله للوصفه المواليه. وبالنسبه لهذا الاقتراح ان شاء الله غيكون اقتراح ديال واحد الطويجين تيجي يا سلام يا سلام عليه. هنا كيف شفتوا طاجين درت هنايا كميه من الزيت، وهنا وضعت جوج حبات كبار ديال الطماطم مبشورين، تقدروا ديروا حتى 3 او 4 الا كتعجبكم لاصوص ديال الطماطم تكون كثيره. هنايا غادي نضيف ليها واحد جوج معالق حتى 3 ديال صلصه الطماطم. وغادي نضيف هنايا جوج دروس كبار ديال الثومه محكوكين. غنضيف كذلك معلقه كبيره ديال القزبر المعدنوس. وغادي نتبل بالملح اللي دائما تيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نضيف نصف ملعقه صغيره ديال الكمون، ونصف ملعقه صغيره من الابزار او الفلفل الاسود، ونصف ملعقه صغيره من السكينجبير او الزنجبيل، وملعقه صغيره ديال البابريكا او التحميره، ونصف ملعقه صغيره من الخرقوم او الكركم. غادي نخلط جميع هاد العناصر مع بعضها على الشكل. وهنايا راه صافي شعلت النار. غادي نخلي هاد لاصوص ديالنا اللي وجدنا نخليوها تقلى لينا مزيان. عاد نرجعوا ليها. هنا بعد ما تقلات مزيان كيف ما كتشوفوا، هنا كنجيب عندي هنايا كميه ديال الجلبانه. دابا خوتي راه هذه وقتها، حاولوا تستغلوها وتدخلوها في جميع الاطباق ديالكم. هذه هي وقيتها.
كما شفتوا هكا بعد ما تنقات وتغسلت بطبيعة الحال مزيان. صافي كنضيفها هنايا. ممكن إلا كانت عندكم لاصوص قليلة أو أنا مثلا شفات لكم تقدروا تزيدوا شوية ديال الماء. أنا بالنسبة ليا باقا لاصوص كثيرة ما غاديش نزيد الماء. وفي هذا الأثناء اللي غادي نخلي الجبنة ديالتي كطيب غادي نوجد هنا الكفتة. هنا بالنسبة للكفتة عندي هنايا تقريبا واحد 250 غرام ديال الكفتة أو 300 غرام ديال الكفتة. درت أنا هنا ديال اللدن، ممكن ديروا حتى ديال الغرمية إلا بغيتو. ضفت لها هنايا واحد البصيرة خضارية مقطعة رقيقة، معلقة كبيرة القزبر والمعدنوس، ملح، الإبزار، الكمون، سكينجبير، البزار، وشوية د العطرية الخاصة يعني بالكفتة. هنا صافي غادي نخلط مزيان هاد العناصر وغادي نكور ديك الكفتة ديالي مزيان، يعني نشكل على شكل كويرات، ونخلي داك الجبنة تطيب ليا مزيان. هنا بعد ما طابت ليا الجلبانة، يعني هنا في هاد الوقيته هادي اللي كانت كطيب الجلبانة، أنا كنت ديك الساعة كنوجد الكفتة ديالي على شكل كويرات. صافي بعد ما طابت الجلبانة، يعني تطيب الجلبانة عاد كنديروا هاد الخطوة هادي، كنجيب دوك الكويرات ديال الكفتة اللي وجدت من قبل وكنبدا نستفهم على هاد الطريقة هادي. صدقوني هاد الطويجين كيجي رائع، يصلح للغداء وحتى للعشاء، ومشبع كذلك وصحي وتيجي بنين بزاف. ضروري تجربوه. صافي هنا غادي نخلي الكفتة ديالي طيب مزيان، يعني تكمل حتى هي الطياب ديالها مع الطاجين. هنا بعد ما طابت ليا الكفتة ديالي، هنا كندير البيض. هاد البيض كيبقى اختياري، ممكن تستغناو عليه وممكن ديروه. هنا درت 3 البيضات وكنرش عليهم شوية ديال الكمون من الفوق هكا، وغادي نغطي الطويجين ديالي ونخليه يكمل الطياب ديالو، يعني داك البيض ديالنا يطيب. كيف قلت لكم هذه خطوه كتبقى اختياريه، تقدروا تخليوه بلا بيض الا ما بغيتوش. وهنايا خوتي يعني في التقديم شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي واحد الطويجين غزال معلك. هنا كيف ما كتشوفوا رشيتو بشويه ديال القزبر والمعدنوس، تيجي بنين 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 بزاف، ما تشبعوش منه اخوتي. ضروري تجربوه، ولا جربتوه دائما كيف تنوصيكم ما تنسونيش من لايكاتكم. الله يجازيكم بخير، راه هما اللي تيخليو الفيديو يطلع يعني وشوفوا اكبر عدد من الناس. وهنا غادي نغمس معكم، واخا انا سخون تيحرقني في يدي، ولكن انا اصريت انني نغمس معكم واحد يعني واحد النضيغه باش تشوفوا كيفاش كيجي معلك. ها انتم شوفوا ليا التعليكه كيفاش دايره، كيجي غزال غزال غزال، ما تشبعوش منه. غير جربوه على ضمانتي، اكيد انه غيعجبكم ان شاء الله. وين الاستحسان ديالكم. شكرا لكم بزاف على حسن التتبع ديالكم، على طول البال ديالكم، وشكرا لكم على تعليقكم دائما كتخليو ليا وكتفرحوني بها. والسلام عليكم ورحمه الله.